بسم الله الرحمن الرحيم. رغم الاحداث الرياضيه الكتيره اللي حاصله في مصر وخاصه للنادي الاهلي، في ظل ما اللي بيحصل في اهالينا في غزه هناك، الواحد خجلان من انه يطلع يتكلم في كوره في ظل اللي بيحصل هناك ده. الواحد خجلان انه يطلع يتكلم على حته حسين الشحات وبيرسي تاو في ظل اللي بيحصل لاهالينا في غزه والمجازر اللي كل يوم بتزيد. فوالله العظيم احنا لا نملك الا الدعاء ولا نملك الا المقاطعه. ده اللي انا املكه كمواطن مصري فقير. اي حاجه تانية انا ما اقدرش عليها وما اقدرش اعملها. فاللي الواحد ربنا بيقدره عليه بيعمله، سواء في الدعاء في كل صلاه. الواحد مش ناسيهم ومش هينفع تنساهم اصلا، ومستحيل يتنسوا. في كل دعاء لينا في كل صلاه. حته المقاطعه من شهر 10 من ساعه الاحداث ما بدات، الحمد لله الواحد لسه بيحاول يبقى راجل. عشان بس نبقى واضحين، بحاول ابقى راجل حتى في النقطه دي او في الحته دي. فحاول تبقى راجل، يعني ما تساعدهمش عارفين ان انت العين بصيره واليد قصيره والامثال الجميله اللي مالهاش اي لازمه. فحاول تبقى راجل في حته المقاطعه دي. ربنا يا رب ينصر اخواتنا واهلنا في غزه ويثبتهم ويصبرهم على العدو الصهيوني الغاشم. نيجي لاول نقطه معانا، وهي قصه حسين الشحات. وان للاسف عند النادي الاهلي والقوانين بتطبق صرف، يعني القوانين بتتخذ مجراها الطبيعي والقانوني واي حاجه. انما لعيبه تانية تطلع تشتم وتسيء وتعمل ايحاءات خادشه للجمهور والكلام ده، وتلاقيه في الاخر موقف مباراتين ومش عارف دافع 3 جنيه ونص وبتاع والدنيا بتخلص. انما مع النادي الاهلي القانون بيتخذ مجراه كما يجب ان يكون. يعني حسين الشحات اتحكم عليه بعدم ممارسته لاي مجال رياضي لمده 5 سنين. وهنا بيتكلم على حته ان حسين الشحات ما ينفعش مثلا يرشح نفسه عضو مجلس اداره او رئيس نادي او اتحاد كوره ايا يكن من الحاجات دي كلها، انما هيمارس لعب كره القدم عادي جدا. واتحكم عليه بسنه سجن مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنين. وهنوضح ايقاف التنفيذ لان ناس كتير مش واخده بالها من حته ايقاف التنفيذ دي. وغرامه 100,000 جنيه. ايقاف التنفيذ لمده 3 سنين على حسين الشحات. يعني هو حسين الشحات خلاص اتحكم عليه بسنه سجن، ما فيهاش كلام دي، بس مع ايقاف التنفيذ. ايقاف التنفيذ هنا ان خلال 3 سنين لو صدر من حسين الشحات اي مشكله عقوبتها السجن، هتطبق السنه دي على حسين الشحات في خلال الثلاث سنين. انما لو انضبط والدنيا مشيت، خلاص الموضوع الحكم هيسقط عليه بعد 3 سنين والدنيا خلصت. فكنا عايزين نوضح حته ايقاف التنفيذ، لان للاسف ناس كتير بدخل على الكومنتات ناس مش فاهمه يعني ايه ايقاف التنفيذ. وغرامه 100,000 جنيه مش مشكله طبعا الفلوس، لان حسين الشحات مش فقير يعني. فحته ال 100,000 جنيه ما اعتقدش انها معضله بالنسبه للاعب. بس هنا القانون اتخذ كل الاجراءات مع حسين الشحات. نيجي على الجانب الاخر وهو الشيبي اللي استفز حسين الشحات واستفز لعيبه الاهلي واهان وشتم وهتك عرض حسين الشحات بالالفاظ وتلفظ. اكيد دي قضيه سب وقذف كلنا عارفين الكلام ده، بس الموضوع عدى وعادي يعني لما يشتم. انما حسين يضرب ازاي؟ فدي هتبقى ازمه لحسين. انما الموضوع عدى عادي، واتحاد الكوره ايقاف 6 مباريات وغرامه 100,000 والدنيا مشيت عادي. هو ده المعيار اللي انتوا قستوا بيه قضيه حسين الشحات؟ هو ده؟ اكيد لا، اكيد لا. ليه؟ لان هو ده في النادي الاهلي. حسين الشحات ده لاعب اهلاوي فلاعب في النادي الاهلي، فلازم نعمل معاه كده. انما الشيبي ليه ناس تانية وليه جهات تانية، فالدنيا هتعدي معاه و100,000 وايقاف 6 مباريات والدنيا جميله وهتعدي وتخلص. رغم ان الشيبي في حته قضيه السب والقذف المفروض يتحبس عادي جدا، يعني يتحكم عليه بالحبس. ما انت حكمت هنا على حسين الشحات بالحبس لمجرد ردة فعل لا اكتر ولا. مش هقول لك حط نفسك مكانه. اي حد طبيعي واي حد عاقل عنده حميه هيعمل اللي حسين عمله ده. زيدان في نهائي كاس عالم اتشتم بس واخته، عادي عادي جدا. ضرب ماتيراتزي وخد طرد وخرج. نهائي كاس عالم، مش ماتش في دوري كحيان ب3 بونت. نيجي للنقطه الثانيه، هي بيرسي تاو. لما تيجي تبص على عقد بيرسي تاو مع النادي الاهلي يتخطى ال1,100,000 دولار. لما تيجي تبص على القيمه الفنيه لبيرسي تاو قدم ايه للنادي الاهلي؟ ما شفتش. مش فاكر له غير جون سموحه، جون الاسماعيلي، الكلام ده من اول ما جه اللي هو من سنتين. من بعدها انا مش شايف بيرسي تاو. لعيب متكبر، لعيب تنك، لعيب متعالي على الكوره، لعيب متعالي على النادي الاهلي. حته ان انت بتلعب في الدوري الانجليزي، حته ان انت كنت في برايتون، كل ده لا يعنيني بشيء. انت دلوقتي في النادي الاهلي، فانا مش شايفك بتأدي. يبقى انت اقل من العادي عندي، زيك زي اي لاعب محلي. تمام؟ بس عشان الاداره تخبي خيبتها في حته التعاقد مع بيرسي تاو، فلازم يقعد في الاهلي. يا عم ده بقاله سنتين ابيض، مش مشكله، بس هنقعده علشان نداري خيبتنا. ضيف لده في تعالوا الازمات مع الجهاز الفني للنادي الاهلي. انت متخيل يعني لاعب يفتعل ازمه مع المدير في النادي الاهلي؟ فدي مصيبه سوداء. تمام؟ خصوصا ان انت لعيب بتشارك اساسي، فانت مش عاجبك ان انت بتتغير او تتبدل في وسط المباراه عشان ادائك الفذ، ادائك الروعه، فبتخرج. فمش عاجبه فبيفتعل مشاكل. ضيف لده البند اللي في عقد بيرسي تاو اللي هو اخر سنه ليه هيزيد 150,000 دولار. يعني انت بتتكلم مرتبه سنويا مع النادي الاهلي 1,300,000 1,350,000 دولار. انت متخيل؟ هل
بيرسي تاو بيقدم لك القيمه الفنيه اللي يستحق انه ياخد عليها الراتب ده؟ اكيد لا. بس انا قلتها وبقولها، هي اداره النادي الاهلي خايفه من حته انت جبت لاعب ما نفعش. انت جبت لاعب ومشي عادي جدا وقلت عليه نجم وقلت وعملت ضجه جامده، رغم ان بيرسي تاو مش مفيد في النادي الاهلي. فبيرسي تاو اعتقد ان هو استمرار لفشل تعاقد اللعيبه الاجانب. قبلهم جيرالدو، قبلهم مش عارف بادجي، قبلهم مش عارف مين، انت عمال تجيب لعيبه انت مش فاهم، وموديست وسليف كوليبالي وقصه كبيره. يعني موديست ده برضو ما ده فشل. حته ان انت تجيب لاعب سنه، طب انا جايبه قعده دكه ولا جايبه قبضه ولا جايبه اديله فلوس؟ محدش فاهم. فللاسف هي دي اداره التعاقدات في النادي الاهلي.